بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. رجعنا لكم من تاني. النهاردة إن شاء الله معانا فيديو عن طريقة إزاي تقدر تعمل مشترك يعيش معاك العمر كله، حاجة نظيفة جدا جدا وبأقل التكاليف. يلا بينا نبدأ على بركة الله، ولكن قبل البداية دعم حضراتكم باللايك والشير، لو عندك سؤال اكتبه في تعليق. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة محتاجين قطعتين خشب. هكتب لكم المقاسات دلوقتي. دول هيكونوا الجنبين كده، وديت نفس الطول وتقريبا نفس العرض. هنقول المقاسات دلوقتي. هتكون الأرضية عشان يكون بالشكل ده كده. محتاجين 4 قطع بالشكل ده يا حضرات، علشان هيكونوا الفواصل بالشكل ده. محتاجين وشين ماجيك. محتاجين 4 لقم ماجيك. لو حضرتك عايز تحط 6 مفيش مشكلة، كل وش بياخد 3، بس أنا حابب أخليهم 4 عشان يبقى في مسافات بين الفيشة والفيشة، علشان الفيش الكبيرة اللي تبقى تزنق على بعضها. قطعتين هنسد بيهم العيون اللي باية في الوشاش. وصلة السلك اللي هتكون فيشة، حابب تخليها طويلة مفيش مشكلة، حابب تخليها قصيرة حسب رغبتك. والسلك يكون محمل لو عليه أحمال عالية، لو أحمال بسيطة بيبقى سلك عادي زي ده يمشي مفيش مشكلة. دول القطع اللي هتكون في الحرف هنسيبها زي ما هي. دول القطعتين اللي هيبقوا في المنتصف خرمناهم ببنطة 8، ودي اللي هيخش منها السلك الرئيسي هنخليها في الحرف كده، خرمتها ببنطة 6 على قد السلك اللي موجود معانا. هجمع المكونات دي مع بعضها وارجع لكم من تاني ان شاء الله. طبعا عملناها بغيرة ومرابط اللي هي اسمها القمط او الكلمبات، علشان تمسك الخشب بالغيرة بالشكل ده. لما جيت احط الوش ديت كان المفروض تترحل لقدام شوية علشان المسمار بتاع الوش، فالمشكلة ملحوقة وعلاجها جبنا قطعة صغيرة وحطيناها بالداخل كده ولزقناها برضو بغيرة. هنلمعها بقى، وبعد ما لمعها ارجع لحضراتكم. دي العلبة بعد ما لمعناها يا حضرات بقت بالشكل ده كده. فاضل لنا نجمع اللقم على الوشاش. هنحط لومتين في كل وش زي ما قلنا في اول الفيديو، علشان يبقى فيه مسافات بينهم، علشان الفيش الكبيرة تركب فيه بسهولة. بعد كده هنوصل الكابل دوت، وهنعمل كباري بسلك يكون محمل وكويس بين اللقم وبعضها من الداخل. اخلص الحاجات ديت وارجع لحضراتكم من تاني. ده شكل الاسلاك يا حضرات بعد ما وصلناها. فاضل لنا نربط الوشاش ديت ونجربه مع حضراتكم. ده الشكل النهائي يا حضرات بعد ما جمعنا الوشاش وقفلناها وقفلنا اللقم. وده شكل
المشترك اللي احنا عملناه حاجة كده تحفة فنية. يا رب يكون عجبكم. فاضل لنا هنوصله على الكهرباء ونجرب. ادي الفيشة بتاعته اهيت، وده وصلناه على الكهرباء اهوت. كوية لحم معانا اهيت، هنجربها كده ونقول بسم الله. تمام كده. تمام. 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 أتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. لو عجبك الفيديو لايك وشير. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.